الفيلم ديالنا كيبدا مع هاد الراجل اللي لاباس عليه كان خدام في رهانات ديال الكلاب وهذا نيرو كان عنده واحد الكلب صغير وبغى يربيه باش غادي يولي يشارك به في المسابقات. واحد النهار غادي يديه المسابقات ملي كبر وغادي يفوز المرة الأولى والمرة الثانية. واحد النهار قرر باش غادي يرهن عليه بزاف ديال الفلوس ودار تحدي مع جوج ديال الكلاب وهو غادي يفشل. ملي خسر في ديك اللعبة هاداك قرر بلي غادي يدي هاد الكلب هذا غادي يقتلو. عطاه لواحد الحارس باش يدي داك الكلب وغادي يقتلو. بقى غادي معاه ودخلو لواحد البيت باش غادي يقتلو. دخلو باش يجيب واحد السلك ديال الكهرباء وغادي يديرولو في راسو باش غادي يقتلو. في واحد اللحظة داك الكلب غادي يعض داك الحارس ملي عضو تلهم عيديه كيديرلو الدواء. هو يجبر داك الكلب خرج وجالس قدامه كيشوف فيه. ملي شافو الطبهاض هو ينقز ليلو داك الكلب وغادي يقتلو. زدا قتلو في مرة. وهذا مع ربعة ديال الأشخاص هاربين من البوليس. مشاو يسرقوا واحد الشخص عنده الفلوس بزاف ضربوه برصاصة وفقد السيطرة ودخل في بالطوموبيل ديالو في واحد الحيط. وهما دابا هربوا من البوليس ولا دابا كيخططوا فين غادي يهربوا. غادي يدخلوا لواحد المصنع وقرروا باش يطلعوا للطاج الثاني باش يتخباو. وهاد الشاف ديال العصابة ولا كيغوت عليهم حيتاش هما مبليين بالحشيش وكيقلبوا على واحد دواء باش يكالميهم وما لقاوش. هاد الشي قرروا دابا باش غادي يعيطوا لواحد الصديق ديالهم يصيفط لهم واحد السيارة. قال لهم مشي دابا حتى الليل وغادي نصيفط لكم بالسيارة. هاد الشي باش نخلاهم يبقاو هنا ولكن اللي ما عارفيش هنا واحد الكلب خطير بزاف هما في راسهم. هذا ريك الصديق ديالهم اللي كيقلب له واحد الدواء باش غادي يكالمي به داك الحريق اللي فيه من المخدرات. وهنايا غادي يشوف واحد الكلب وغادي يبقى مصدوم. الأصدقاء ديال ريك شافوه مصدوم وقالوا يلا نمشيو نشوفو مالو. ملي مشاو غادي يلقاو واحد الكلب قاتل واحد الشخص وكيف ترسو. وهنا قرروا باش غادي ينوضو يهربوا. ريك غادي يطيحلو واحد المحفظة كان عنده فيها الدواء ديالو. والكلب ناض كيحوزهم وغادي يدخلوا يتخبعوا في واحد البيت وما يسدوا واحد الباب. وهنا ريك غادي تفكر الدواء ديالو وطاحلو غادي يمشي كيجريه وما يضربو ما خلاوهش في واحد اللحظة. وبقاو مناقشين ملي غادي يتلفتو ما غاديش يلقاو الصديق ديالو نيرو نقز من واحد الثقبة كاينه في واحد الغرفة باش غادي يجيب الصاك اللي فيه الدواء ديالو. واحد اللحظة هو يخرج ليلو داك الكلب داك المفترس اللي كان في داك الغرفة وغادي ينوضو كيهربوا. الصديق التاني غادي يطيح وستيسي عنده الزهر طلع على واحد الحديدة. هو غادي يشوف واحد التقبة وغادي ينقز منها. ملي نقص ستيسي غادي يخرج وغادي يعيط للأصدقاء ديالو. هنا هاد الكلب بقى غادي كيقلب عليهم ويكهربوا من الصديق ديالهم اللي مجروح ودخلوا لواحد الغرفة وبداو كيهضروا. فواحد اللحظة غادي يسدو الباب كان قريب يعضهم. هنا جلسوا مع بعضياتهم وبقاو كيدويو معاه وحاسين بالخلعة. وجبروا شي حوايج في الحيط وبدا كيقراوهم وعرفوا بلي هاد البلاصة خطيرة. كانوا كيقتلوا فيها شحال هادي الكلاب داك الكلاب اللي خطيرين بزاف. وهنا غادي يدخلوا لواحد الغرفة السرية اللي فيها الأموال بزاف كانوا كيراهنوا بهم على الكلاب. هنا مشى غادي يعيط على الصديق ديالو نيرو. لقاه ميت من داك الدواء اللي كيدوق في يديه ديال المخدرات. هنا غادي تصدم وغادي يدخل يقولها للصديق ديالو. وملي مشى غادي يلقى الصديق ديالو حتى هو قريب يموت من واحد الضربة كانت عنده في كرشو. وهنا كيقولو هز الفلوس وسير هرب بحالك بالي شدو. قالو انا ما غادي نمشي حتى لشي بلاصة حتى غادي نديك في يدي. وهنا بقاو كيتناقشو قالو انا راه غادي نموت وانت هز الفلوس وسير. ستيسي قرر يمشي يطول في واحد المكان كان نيرو كيقتل فيه الكلاب اللي كانوا كيخسروا في الرهانات. غادي يلقى داك الكلب المفترس وغادي يتبعو كيجري. ستيسي بقى غادي كيهرب والكلب تابعو ومشى كيجري. دخل واحد الحافلة اللي هي قديمة بزاف. الكلب شاملو الريحة ودخل ليلو لداك الحافلة وبقى كيحوزو.
ستيسي صدق تخبى في واحد البيانو اللي كبير بزاف ومسوء الحظ ديالو غادي طيح واحد القطرات ديال العرق من جبهتو. هو يعيق به داك الكلب وغادي يتجه ليلو بواحد السرعة وغادي يدخل في داك البيانو، غادي يطيحو. ولكن مع الأسف داك البيانو طاح لهداك الكلب وما قدرش ينوض. وهنا ستيسي حس بشوية ديال الأمان وبقى خايف من الكلب باش ما ينوض ليلو. ومع الأسف بقى فيه الكلب وغادي يهز عليه داك البيانو. الكلب حس شوية بالأمان سمح فيه ومشى بحالو. هنا ستيسي مشى عاد روكار وبغى يديه بحالو. وهنا ستيسي بغا يخرج روكار باش غادي يديه بحالو حيتاش فيه واحد الضربة في واحد اللحظة غادي تجي واحد الطوموبيل كحلة ديال نيرو مور المصنع. بقى كيطول ويبان لواحد المحفظة عندهم قال هادا شفارة وغادي يطلق عليهم الرصاص وغادي يقتل الصديق ديال ستيسي. وهنايا ستيسي غادي يدخل كيهرب في واحد البلاصة اللي كان كيقمر فيها نيرو ويدخل ليلو غادي يطلق عليه الرصاص. بدا كيخني فيه حتى قرب يقتلو. في واحد اللحظة قرر يجبد المسدس ديالو باش غادي يخنيلو في راسو باش غادي يقتلو. في واحد اللحظة هو يبان داك الكلب القاتل هو ينقز على نيرو وبدا كيقتل فيه. بقى كيعضو حتى قتل نيرو في مرة. في واحد اللحظة نيرو غادي يخني في الكلب وغادي يقتلو بواحد الرصاصة. ستيسي بقى فيه الحال بزاف ملي ما عاونش الكلب اللي كان وقف معاه وبدا كيبكي وبقى فيه الحال بزاف. وقرر ستيسي باش غادي يرجع لحياتو ويربي حل الكلب من الفصيلة ديال الكلب اللي وقف معاه. وحتى لهنا كنكونوا وصلنا لنهاية ديال الفيديو. ما تنساش تخلي معك واحد لايك وسبسكرايب باش يوصلك كل جديد.